يعني اخيرا وبعد طول انتظار و... وبعد طول مفاوضات، والحمد لله نجحنا. يعني دي تقريبا من مفاوضات ايه؟ مثلا صفقة حسني عبد ربه، صفقة الصقر احمد حسن. معانا ومعاكم استاذ علاوي، استاذ علي خالد. اخبارك ايه؟ اهلا كابتن عبد والدنيا، واسفين على انا مواعيدي وحشه خالص تا- يعني. تقلان علينا ليه بس؟ يعني انا لا عاوز انا اقول لك، معروف مواعيدي انا سيئه جدا. لا دي سيئة، دي لسنين يا راجل. ده انا دخلت الجيش وخرجت من الجيش وخلصت واشتغلت. انا مواعيدي وحشه قوي الصراحه، انت ايه الاخبار مش بس؟ منظم مش مرتب. اهو ماشي الحمد لله، ماشيه الدنيا. اليورو شغال إيه، والدنيا. كله تمام اه يعني وكله بخير الدنيا وانت؟ كويسه يعني. واحلى كرويا واحلى ماشيه احلى استلام. الحمد لله ماشي يعني الدنيا. حلويات اليورو بس مش قد كده، ماتشات كتيره مش قد كده، بس كده هيتحسن يعني. هنتكلم على الكوره يعني. اليورو السنة دي تحسه في حاجة غريبة، في الناس مش مهتمية، الماتشات مش قد كده، فمش قادرة، فمش جاذبة الناس. إيه اللي حاصل في اليورو السنة دي؟ بس هو يعني الموسم تقريبا ورا بعضه، فما اعتقدش الناس وحشها امم الكوره قوي. والفرق صح، ممكن الكبيره، او الفرق الكبيره بتلعب وحش كمان. مفيش غير فرقتين بس بيلعبوا كويس، اسبانيا والمانيا. فمش حاسس ان الناس وحشتها الكوره. كله ورا بعضه، بطولات كتيره لازق في بعض. فطبيعي الانسان يحس ان لا احنا زهقانين يعني، محتاج الكوره توحشنا شويه. فده اللي انا اه. حاسس انه حاصل. والكوبا كمان بتبتدي النهارده اهي. اه، ما بيلعبوا دلوقتي المفروض. اه بس احنا مش عارفين نشوفهم عشان احنا مش متذاع في مصر ولا الشرق الاوسط تقريبا. هو مش على اليوتيوب باين. يعني لما على اليوتيوب بقى وكلام من ده، يعني لما الحلقه تنزل بقى هيكون لا عدى شويه من الكوبا، يعني نتمنى ان احنا ننزلها بدري شويه. ان شاء هيكون الله البطولة يعني. في نهايتها ولا حاجة. تتوقع مين؟ طب مين بطل اوروبا دلوقتي بقى؟ عشان اوروبا اكيد انا ساعه كنت لما قايل الحلقه تنزل انجلترا واسبانيا، واحدة منهم اه. يعني. معرفش، حاسسها ممكن تبقى هي واحدة منهم، حتى لو انجلترا وحشين بس هي طريقهم سالك كالعادة يعني. واسبانيا عشان شباب وكده، صح؟ لا عشان كويسين، فريق جامد طبعا. فريق جامد، نص امم ملعبه خارق. هما بس مشكلتهم في المهاجم طبعا، عندهم واحد بيخرب الهجوم موراتا. ودفاعهم برضو قلوب دفاع ما اعتمدش عليهم قوي الصراحه. لابورت وانا شايفه منتهي. ونورماند ده لسه مش بتفرج عليه الصراحه في الدوري الاسباني، بس شكله يجي منه جيد. فهم قلوب دفاعهم مش احسن حاجه، بس الاظهره ونص الملعب جامدين جدا، والاجنحه طبعا خارقين. يامال، والناحيه التانية الواد نيكو ويليامز. فلا فريق حلو الصراحه، فريق امم يعني مقنع. احنا ان شاء الله اسبانيا تاخدها. انا برضو اشجع اسبانيا يعني، فان شاء الله اسبانيا تاخدها. خلينا بقى يعني خلينا نبدا بقى الحلقه. معلش احنا خدناك كده على اليورو وكده عشان كل مره بنسى برضو. معلش انا ما بقولش الكلام ده كتير، بس الناس ما بتعملوش. يا ريت يا جماعه توصلوا الحلقه دي لاي عدد لايكات انتوا حابينه. يعني لو وصلتوا ل 500 انا تمام بالنسبه لي. فوصلتوا الحلقه دي ل 500 عادي، نعمل بودكاست مع نجيب سويرس اللي انتوا عايزينه. بس عشان كل مره بنسى والناس ما يعني الناس بتعملش، تشد حيلها انت عارف وخلاص يعني. الموضوع ده مهم الناس تشد فشدوا حيلها. حيلكم يا جماعه، اديني قلت وعملت اللي عليا. وكفايه ان انتوا بتسمعوا، ده اهم حاجه. يعني خلينا بقى نبدا معاك. الموضوع الحاجه التقليديه يعني. انت الموضوع بالنسبه لك في اليوتيوب والكلام ده كله، يعني في الاول كان على الهادي خالص. انت ماسك حته كده مش كل الناس مهتميه بيها، الفيفا والستريم والكلام ده كله، وفضلت مكمل فيه لحد ما بسم الله ما شاء الله دلوقتي يعني الحمد لله. 250,000 على اليوتيوب، المتابعين كويسين على الفيسبوك، الكلام ده كله. الموضوع في الاول انت كان بالنسبه لك عادي بتلعب وبتهزر، كنت واخد الموضوع فعلا محتوى، انا هقدم محتوى جيمنج في مصر؟ لا انا بلعب وهزر لحد دلوقتي، بلعب وهزر اصلا. ولحد دلوقتي بتلعب بتهزر كده كده؟ فانا لا انا بحب اللعب يعني من صغري، لعب جدا. و بالنسبه لي اللعب يعني، عشان انا كان وقتها كنت في السعوديه وكده، فما كانش في وقت انك او تخرج، ما كانش في موضوع الخروج ده طول الوقت. فلما بقى هعمل حاجه غلط
يعني لما تعمل حاجات وقتك ده لازم هيروح في حاجات، لما حاجات غلط او حاجات فاهم تسليك او. فانا اللعب كان دايما طول الوقت وانا صغير بحب العب، سواء بقى العاب حقيقيه يعني تجيب لي العاب بقى فيجرز او كده، او العاب الاطفال بشكل عام، او العاب فيديو جيمز. فده كان وقتي، كل وقتي رايح في الموضوع ده. وطبعا اكيد ان انا محظوظ يعني مش كل. انت ايه اول لعبه فيفا لعبتها؟ فيفا انا فاكر لا لعبت اللي كانت بتنزل على البي سي وقتها، اللي كانت بتطلع كرة نار دي، فيفا 98 ولا 99. انا فاكر كان في لعبه كده بيلعبوها على الكيبورد وكانت بتطلع كرة نار من نص الملعب، انا فاكر الحاجات دي. فلا لعبت طبعا فيفا من زمان، بس وقتها ما كانش دي اقول لك دي كانت تقريبا كانت 2002 اللي هي كانت بتاعت كاس العالم، اللي هو كان رونالدو بيشوط الكرة من نص الملعب يطلع كرة نار تقريبا ممكن، بس انا مش فاكر طبعا لان وقتها ما كانش عندي كونسول، كنت بشوفهم بيلعبوها على الكمبيوتر يعني. بس وقتها كان بيس بقى اكيد بيس، وكان اليابانيه كان هي اللي مستحوذه لحد فيفا مثلا 2000 يعني. بدات المح فيفا او اعرف ان هي موجوده تاني، اللي هي كان عليها غلاف رونالدينيو، كان رونالدينيو وروني اتوقع 2007 او 2009. فدي كان اول مره افتكر اشوف 2009 فعلا اشوف فيفا. وكان بقى موضوع المهارات ده الصراحه هو اللي شدني للعب، ان في بعمل مهارات بالرايت ستيك، وايه ده في مهارات زي الحقيقه. فمن هنا بدات اسمع عن فيفا تاني بقى لحد بقى ما مثلا اخر بيس نزلت كانت 2009 كويسه او 2010. بعدها بدا عوده فيفا تاني بقى بقوه، ان فيفا بدات تاخد الاضواء تاني، واللعبه بدات ترجع، والناس بدات تاخد بالها منها. ف اللي انا فاكرها كويس لعبتها على الكونسول كانت 2007 و2008 و2009 مش فاكر، هي بتاعت رونالدينيو دي، الناس بقت تجيبها من على يوتيوب او جوجل. ف يعني دي تجربتي مع الالعاب، يعني انا محظوظ بيها طبعا، ان انا لقيت كان عندي الامكانيات ده اللي ده يعني ان حد يجيب لي جهاز والعب واحط وقتي في الموضوع ده، وان انا عملتش حاجات غلط يعني لان الغلط سهل يعني، انك تلاقي حاجات غلط تعملها، يعني تشرب حاجات أيوة. تعمل حاجات. فده كان موجود قدامي طول الوقت طبعا، ومتاح قدامي طول الوقت، لان انا كنت في شبرا، فالوقت كان لازم يروح في حته فاهم. وما كانش عندنا بقى نوادي رياضيه او ان انا اروح في نادي رياضي فالعب، وانا بحب الرياضه برضو من صغري، بحب الكوره جدا. ايوه بحب اي لعبه بشكل يعني، اي لعبه تتلعب سواء بقى لعبه رياضيه او لعبه فيديو، انا راشق في الالعاب بشكل عام. فما كانش عندي فكره النادي الرياضي ده ان انا اروح اضيع فيه وقتي، فكان دايما وقتي كله في البيت في الالعاب. فبس دي فكره بقى حب الالعاب يعني جه من هنا. وموضوع اليوتيوب جه صدفه، انا بحب العب فيفا ومستوى كويس فيها، فالناس قالت لي اعمل، كنا في جروب على فيسبوك كان اسمه اوريبيان فيفا بلايرز، فناس تقول لي اعمل قناه ونزل فيها جيم بلاي وكده جرب. فانا خدت الموضوع هبل يعني، وقعدت كام سنه كده بنزل هبل فيديو كل شهرين، فيديو كل 3 شهور، ما كنتش اعرف يعني فيديوهات اصلا او بتتعمل ازاي. فالموضوع جه معايا صدفه يعني، ان هو طب جرب، طب شوف، طب كده اللي هو يعني انا مش بعمل حاجه متخطط ليها، لا انا حتى وقتها ما كنتش بتابع يوتيوب قوي يعني، حتى تجربتي في اليوتيوب ان انا اعرف مين بينزل وكده، كنت بدأت اتعرف على المجتمع الخليجي في يوتيوب متأخر قوي كمان، ما عرفتوش غير متأخر. كان وقتها بقى مستر فيفا وسامس 6 ودحوم يتوقع برضو. فانا الناس دي عرفتها متأخر تماما، كان في نهاية كان في نهاية العصر الذهبي للفيفا، اللي هو مثلا فيفا 14 15 دي كانت بداية سقوط فيفا كجيمنج من على المنصات يعني، اللي هو كي اس اي بدأ خلاص تسيب اللعبة فانا دخلت اللعبة متأخر تماما. فبس الموضوع جه معايا صدفة يعني، انا طب جرب، طب شوف، طب الدنيا ايه. وقعدت طبعا فترة كبيرة، قعدت مثلا 3-4 سنين ببدأ اصلا، لان انا مش مخطط لحاجة، ما عنديش معدات ان انا اعمل فيديوهات اصلا، البي سي اللي معايا كان وحش، ما عنديش كاميرا، ما عنديش مايك، فاهم انا كل ده بجرب يعني بهزر، الدنيا بايظه خالص. انا مش بعمل حاجه معينه انا مخطط لها، لا هي ماشيه معايا كده، وانا كنت بلعب وبستمتع. يعني الدنيا مشيت معايا انا شايفها حظ كبير طبعا ده، او ربنا كتبها يعني، هي توفيق من عند ربنا طبعا. فبس ده اليوتيوب يعني. والستريمنج نفس الموضوع، لما لقيت ان بقى في نت كويس، طب
ليه ما اعملش اللي انا بعمله ده والعب والناس تبقى معايا وتتفرج عليا؟ دي حاجه هتبقى ممتعه. فكان تجربه الاستريمنج دي حلم بالنسبه لي، يعني اللي هو ان ازاي هلعب والناس تتفرج عليا كمان هتشاركني في ده. ف كانت حاجه ممتعه طبعا ان هي حصلت. وكنت بعاني طبعا في الاول، مفيش نت كويس، والنت وقتها سرعته كانت وحشه في مصر، ما كانش فيه عندك غير الفور جي والفور جي طبعا مش احسن حاجه ومش ثابت وبيفصل كتير، فكان دايما بيفصل معايا. فيعني هي المعاناه كلها في الاول كالعاده، يعني عاده اي حاجه المعاناه كانت بتبقى موجوده في الاول، بس دلوقتي الدنيا اسهل، الدنيا بقت مستقره اكتر يعني. انت على ذكر اللي انت فكرتني بحاجات زمان دي. انا اول فيفا لعبتها كانت 98، كانت اللي بتلعب بالماوس وممكن تلعبها بالكيبورد وممكن تلعبها بالماوس والكيبورد، فاهم؟ كانت الرافعه بالشمال والكليك يمين والشوطه بالكليك شمال بس، وكان الموضوع على كده. مع تطور فيفا بقى يعني ايه، انا كان الجهاز بتاعي ما كانش بيسمح ان انا اشغل فيفا. كنت انزل السايبر الاقي كله مشغل كونكر. ابقى انا كده قاعد في النص بلعب ايه، فيفا 5 كانت منزله على باتش دوري مصري طبعا. وانا كنت العب بقى في النص اشغل الفيفا 5 منزلها على باتش مصري فيها الاهلي والزمالك وبترول الدوري المصري واتمزج بقى. يعني انا كنت توقعت بقى ان اي فيفا بتنزل المفروض يبقى فيها الدوري المصري العادي. بعد كده كبرت عرفت ان دي حاجه اصلا كانت تهكير يعني. حاجه بتعدل عليها في البي سي. فاهم. فهي دي. انت بقى ما لعبتش كونكر، ما جتش جنب الكلام ده؟ كان الموضوع كله فيفا معاك من البدايه او بيس او الكلام ده؟ لا انا من صغري مش بحب العاب الشوتر يعني، وحتى مستواي فيها دلوقتي سيء عشان انا مش متعود عليها من صغري. فلا ما كنتش بحبها. كنت بشوف الناس بتلعب ميدل وبتلعب الحاجات دي كلها، لكن انا ما كانش جوي يعني. كنت لا انا بحب الكوره وبلعب العاب كوره بس. ممكن العب العاب تانية بقى، العاب فايتنج مش عارف ايه. كان اسمها ايه يا ربي اللعبه اللي كان فيها فايتر، كان فيها اسمها ايه يا رب، ستريت فايتر. تيكن قصدك على تيكن ولا؟ في تيكن برضو ستريت فايتر. لا كان في العاب كتيره بلعبها بس، لكن العاب الشوتر كانت هي اخر خيار بالنسبه لي، ما كنتش بحبها وحاسس ان انا ندمان شويه عشان دلوقتي مستواي وحش فيها، فانا مش متعود العب. فدلوقتي انا حابب العبها دلوقتي بس خلاص، فاهم انك تبقى كويس في حاجه لازم تكون بادئ فيها من صغرك. فمهما احاول اتعلم مش بتطور فيها. دي حاجه مضايقاني جدا. يعني انت كده في فيفا خلاص مقفل الدنيا يعني. بس يعني انا حابب فكره ان ابقى كويس في الشوتر، يعني بحسها ممتعه، يعني العاب ممتعه فعلا. بس انا وانا صغير ما كانش في بالي هي غير حاجه واحده وهي الكوره. فيعني اكيد مش كل الناس بتاخد كل حاجه. طب على ذكر بقى فيفا، وطبعا ما ينفعش انت تبقى معايا واحنا بقى في الموسم الجديد من العاب الكوره اللي نازله. في حاجه غريبه مش كل الناس فاهماها، في تقريبا اربع لعب نازلين لهم علاقه بالكوره تقريبا، صح كده؟ كان كل سنه بينزل لعبتين بس. هي كده ولا كده؟ كونامي او بيس هي بره الليله خالص، دي لعبه انتهت وماتت ومش ترجع تاني. ففي العاب جديده هتنزل. عندك فيفا نفسها يعني شركه او منظمه الفيفا بتاعت الكوره هياخدوا بقى اسمهم ويروحوا يعملوا لعبه ليهم باسمهم، لعبه جديده. الكلام ان 2K هي اللي هتعمل اللعبه دي، فدي هتبقى اول سنه تنزل خالص. مش عارفين هتنزل امتى الصراحه، محدش قال حاجه، بس هتنزل السنه الجايه 2025. وعندك لعبه UFL، اللعبه انا جربت البيتا بتاعتها ونزلت عنها، اللعبه اللي رونالدو مستثمر فيها فلوس برضو، يعني مشارك معاهم في اللعبه. شفتك تقريبا ما عجبتكش، التعليق ما كانش عاجبك. لا هي اللعبه يعني بشكل عام كبيتا مقبوله، بس هل دي لعبه هتسيب في اللعبه اللي احنا بنلعبها ليه في سي وتروح تلعبها في الاخر؟ ما اعتقدش. ما اعتقدش. ففي كده UFL. اللعبه الثالثه انا مش عارف عنها الصراحه، ما اعرفش ايه، بس هو بيقول في 3 العاب نازله السنه الجايه يعني غير فيفا اللي احنا بنلعبها واللي احنا متعودين عليها. فهل هم هينافسوا؟ ايه موضوع ان فيفا اتقسمت نصين؟ يعني اللي هي فيفا اللي هي 2K دي هتنزل بنفس الطريقه اللي بنلعب بيها فيفا، ولا هتبقى بيس، ولا هتبقى جامعه بين الاثنين، ولا ايه؟ لا هي ما اتقسمتش، هم بس العنوان راح منهم. يعني اللعبه اللي احنا بنلعبها اللي كان اسمها فيفا كانت بتنزل باسم الاتحاد منظمه كره القدم، فكان هم مشاركين EA
الموضوع ده ان احنا بنشارك انا وانتي ونعمل شراكه واحنا الاتنين كسبانين، وكانوا ايه بيدفعوا لهم فلوس. يعني اكيد فيفا دول اكبر منظمه نصب في العالم، فبياخدوا فلوس من اي حد. فهم اختلفوا على الفلوس ده، ان هم عايزين يزودوا الفلوس. فمن هنا لهنا قال لك خلاص يبقى دي اخر سنه معاهم، اللي هي كانت سنه كاس العالم بتاع قطر ده، ودي هتبقى اخر سنه خلاص، بعد كده مش هنجدد. وخلاص افترقوا بقى من سنين كتير قوي مع بعض. ف انا شايف ان الطرف الخسران طبعا هم فيفا او المنظمه الاتحاد كره القدم، هم الخسرانين، ان هم ما يقدروش يعملوا لعبه دلوقتي. يعني مهما قعدت تعمل في لعبه وتطور فيها وتدفع فلوس، مستحيل تنافس شركه عامله العاب من التسعينات. فهم لا، عندهم خبره رهيبه وعندهم كل الامكانيات وعندهم كل حاجه ان هم يعملوا لعبه كره كويسه ويطوروا فيها كل سنه. اي نعم ده مش عاجبنا، يعني اللعبه اللي بتنزل بقالها كام سنه دلوقتي مش عاجبانا وعندنا مشاكل فيها، لكن هم لو عايزين يعملوا لعبه فعلا بالانس ولعبه رهيبه ولعبه كويسه هيعملوا. فهم عندهم كل الامكانيات اللي يخليهم يعملوا لعبه كويسه، وصعب حد ينافسهم دلوقتي. ممكن بقى 3-4 سنين من دلوقتي وعليك خير، يعني نبدا نشوف حد يعني فاهم بيعمل لعبه تنافس شويه، لكن معظمهم يعني قولنا. والاونلاين هيبقى على الاثنين، يعني الاونلاين هيبقى على فيفا 2K وعلى اللعبه التانية العاديه. الاونلاين اكيد لازم، اكيد كده، ولا لازم يكون في اونلاين. يعني احنا بنحب الاونلاين، فمستحيل حد يعمل لعبه ما فيهاش اونلاين. ف لا بشكل عام صعب حد ينافس دلوقتي خالص، واحنا بنجرب اللعب من اجل تجربتهم بس، لكن احنا عارفين كده كده احنا مش هنلعبها. ممكن بقى في نهايه فيفا كل سنه اللي هو شهر 6-7 تلاقي ناس زهقت، فنروح بقى نجرب الالعاب التانية، فاهم؟ فحاسس ده اللي ممكن ده اللي غالبا هيحصل، لان لا فيفا صعب تتنافس. ولما جربت UFL لقيت ان هي اصلا واخده كتير من فيفا كمهارات وكحركات وبتاع. ف لا هم سابقين، يعني هم عندهم الرياده في الموضوع، فصعب تنافسهم. يعني الموضوع صعب قوي يعني. فانا اتمنى ان الموضوع يبقى الدنيا تمشي والناس تنافس، عشان ده هيبقى في الاخر هيخليهم ان هم يخافوا، وطالما خافوا يبقى هيعملوا حاجه، هيعملوا احسن ما عندهم. فدي في مصلحه الناس ان يبقى في منافس، لكن خلينا واقعيين برضو هياخدوا وقت. طب الاهلي هيبقى موجود في اي فيفا من الاثنين دول، ولا برضو زي كل سنه تسريبات؟ لا احنا مش على الخريطه، واحنا مش في اهتمام الشركات اصلا. لان احنا ككوميونتي العاب وكوميونتي مصري في الجيمنج ضعيف، مبيعاتنا قليله. طبعا احنا عارفين ان كل ده ليه مشاكل اقتصاديه وماديه يعني اكتر في مصر. فمهما بندفع على الالعاب او مهما بيبقى في سوق هنا بيبقى ضعيف مقارنه بالخليج. فاحنا مش على الخريطه بالنسبه لهم، يعني مش مهمين. يعني بتكلم بجد، يعني احنا مصر من ضمن مثلا، مش هقول لك العالم، من ضمن الوطن العربي احنا في قسم الجيمنج ده احنا مش قد كده. طبعا مش قد كده كمبيعات او كفلوس هنا في مصر، لا احنا قليلين جامد يعني. مين الاول مثلا في الموضوع ده؟ الخليج طبعا، السعوديه، كل الخليج كل الخليج مبيعاته اعلى طبعا. ودي حاجات يعني ايه الفكره بقى؟ هي فكرتها ان هناك يعني الترفيه او صناعه الترفيه هناك بيتصرف عليها كتير جدا، وفي سوق وفي الناس بتستهلك. لكن في مصر الدنيا بقت محدوده خالص دلوقتي، طبعا ده لظروف اقتصاديه بحت يعني. ف احنا ما نتلمش قوي كمجتمع لاعبين، في ناس بتلعب وفي ناس بتنافس، لكن الموضوع صعب يعني. دي ماديات واقتصاديات صعبه، وطبعا في اولويات. اكيد الناس مش هتروح تدفع على الترفيه واللعب والشراء والبلاي ستيشن ومش عارف ايه دلوقتي، لا في اولويات طبعا. فالدنيا عندنا في مصر صعبه يعني. طب انت في رايك لو حابين نطور المجال ده عامه، انت ايه اللي نفسك يحصل فيه بحيث ان احنا نبقى موجودين على الخريطه، بحيث ان احنا الناس تبدا تبص لنا شويه، ما يبقاش كل اعتمادنا ان احنا ننزل لعب مسروقه او متهكره او الكلام ده كله؟ انا ما عنديش صراحه اي حلول منطقيه او واقعيه، لان هي كلها متقفله. يعني لو انت بتقول ان الشركات تيجي تعمل سيرفرات هنا في مصر، الموضوع امنيا ما بيرضوش. زي هم عملوا سيرفرات مثلا في جده، سيرفر ما اعرفش في جده، سيرفر في البحرين. فلما حد بيجي يعرض انه يعمل في مصر، بيبقى الموضوع فيه امنيا اعتراضات، فما بيكنسلوا.
فانا ما عنديش صراحه اي تصور لاي حلول ممكن تتعمل، اللي بحس الدنيا يعني عندنا اكبر من الحلول اللي احنا هنقدمها، فاهم؟ لازم تيجي من ناس اكبر في البلد. فمش حاسس ان هي اصلا مقفوله من البدايه اصلا. يعني كل الموضوع طبعا في ايد وزاره الشباب والرياضه، هم اللي بايديهم حاجات زي كده، هم اللي يقدروا يساعدوا الشركات او انه يسهلوا لهم الدنيا وتعالوا استثمروا هنا واعملوا سيرفرات وكده. فانا لا مش شايف ان في اي حلول تتعمل في مصر. مش نظرة احباط يعني، بس لا خلينا واقعي يعني، دي الواقعية والدنيا صح، انت بتتكلم صح اكيد. الدنيا صعبة، مع ان في ناس والله مستوى كويس جدا في معظم الالعاب يعني. اي لعب في دوتا، في لول، في العاب الشوتر، فيفا، في ناس برضو بتصنف افريقيا وفي مصر بشكل عام بيشاركوا بطولات. لكن هي انا بتكلم ككوميونتي بقى، كوميونتي ناس بتلعب وبتشتري، اللي هو ناس اللي مش بتنافس، فاهمني؟ الناس اللي بتلعب زي وزيك وبيلعبوا ناس كاجوالز يعني، مش بينافسوا على حاجه. عددنا بيقل، عدد الناس اللي بتلعب بيقل، فدي مش حاجه هتخلي الشركات تبص لك خالص يعني. فاهمك اكيد فاهم. ينفع اسالك اقول لك كان ايه يعني، كان ايه اكتر تعليق رخم كده جالك انت لسه فاكره يعني، ولا الموضوع ده بالنسبه لك لا طول الوقت بيجي لي يعني طول الوقت بيجي لي يعني، خصوصا ما بنتكلم في الكوره او بنتكلم في حاجات الكوره. جمهور الكوره طبعا مش هقول معظمه، بس لا في شريحه منه كبيره ما بيقلوا ادبهم وبيتطاولوا وكده. فلو قلت رأي مش عاجبهم بيهاجموك يعني كشخص، مش حتى مش يهاجموا رأيك او يقول لك انا اختلف معاك، عشان لا هو بيهاجمك انت كبني ادم. فانا مش بسكت طبعا، انا مش بشوف ان ده حاجة صح ان انا اسكت. اكيد مش هقعد اضيع وقتي معاهم طول الوقت، بس طالما انا فاضي في حتة معينة او وقت معين لا هرد عليكم وهستفزكم اكتر. ف لا بيجي لي حاجات كتير يعني بيجي لي عادي يعني. مثلا يقول لي انت مثلا انت بتطبل او بتمحر الخلايجة عشان هم بيتابعوك او عشان هم عندك جمهور كبير منهم. فانا بقول لهم دي حاجة منطقية، انا متفق معاكم مش مختلف يعني انا بحبهم كده كده عشان انا متربي هناك وعندي اهل هناك، الناس اصلا دول اللي هم اللي ربوني اساسا يعني، ربوني وخيرهم عليا. قعدت في الخليج؟ قعدت عمري كله يعني، الدراسة كانت في مصر بس يعني في ما عدا الدراسة هناك يعني. اجي اقعد هنا مثلا الدراسة، لكن اجازة السنة ونص السنة 5-6 شهور هناك. فالناس خيرهم عليا طبعا. ده انت يعني اغلب الناس كان بيبقى الموضوع العكس. لا انا عكس الناس بقى. فانا دراستي كانت في مصر بس معظم القعدة كانت هناك، انا بحبهم وهم بيحبوني، فطبيعي بقى بحن لهم يا جماعه، الموضوع طبيعي يعني. لا انا متربي هناك، انا ذكرياتي في مصر قليله ضايع يعني، ما عنديش ذكريات كتيره في مصر. فانا مرتبط بالمكان هناك، فانا بحبهم. واوقات اصلا بختلف معاهم برضو يعني، اوقات يجوا هم حد يقول لي يا مصر يا اللي مش فاهم يا اللي مش عارف ايه، فبرد عليه وبتخانق معاه برضو. فبتجيلي حاجات من دي كتير، اللي هو مصر يقول لي اللي بتحكها في الخلايجه، ويجي السعودي يقول لي او اي حد خليجي يقول لي يا مصر يا اللي مش عارف، فاهم؟ فكومنتات العنصره دي بشكل عام انا بشوفها من الطرفين يعني، ان حد يجي يتعنصر عليا بشكل ما او بطريقه ما، انا بقى بتعامل مع ده عادي وبرد طبعا، ومش بشوف ان انا اسكت طول الوقت دي حاجه صح الصراحه. اللي هو لا، طالما حد غلط او قال حاجه انا مش عجباني، طالما انا فاضي وعندي وقت هرد. فبتجيلي حاجات زي دي كتير، ان انت يعني ما بتحاول تبقى وصولي مثلا او تعرف ناس عشان مصلحة ما او كده. ما ده مش حقيقي، انا اصلا معظم فيديوهاتي في اليوتيوب لوحدي اساسا يعني، مش بعمل شراكات كتير. فالفيديوهات اللي بقى الفيديوهات اللي انا عملتها مع الناس اللي انتوا بتقولوا عليهم سواء مثلا نصوحي ولا مهدي قليله اساسا. يعني الحاجات دي تبقى فاهم بترد على نفسها اصلا، ماهيش حقيقه. صح، ده حقيقه. وحتى لو عملتها بالعكس يعني تبقى حاجه حلوه كشغل. هو اصلا المفروض اعمل كده المفروض ان انا اعمل كده اصلا، ان انا اعمل فيديوهات مع الناس دي عشان الشراكات او التعاونات في اليوتيوب بتنجح الناس بشكل عام. فانا المفروض اعمل اللي انتوا بتقولوا عليه ده. فبس دي معظم بحس ان الموضوع ده بيخليك تتكلم في حاجات، في مواضيع مختلفة. مش كل موضوع هنتكلم عن الكورة، ومش كل موضوع هنتكلم عن الالعاب، لا عادي، الموضوع متنوع.
وانت في قناتك بتحترم الجيمنج، انت جاي تشوفني بلعب ستريم ولا حاجه، يعني بتبقى كل حاجه عن الستريم او الجيمنج او اللعبه اللي انا بلعب او اغلبيتها يعني. عاوز كوره وكده، فانا بطلع ضيف كل كام شهر مره في قناه حد اتكلم عن حاجه مختلفه. بالظبط. وبعدين انا ما قلتش ان انا يعني، خصوصا في الكوره دي اراء، يعني لو هنتكلم معظم الخناقات على الكوره اراء في الاخر، يعني مفيش حد عنده الراي المطلق الصح المطلق، لان احنا لا لعبنا كوره ولا دربنا ولا كنا في مستوى ولا في مستوى احترافي، او درسنا مثلا رحنا درسنا وخدنا رخصه من الفيفا، فان تيجي تقول لي لا انا ما حدش يكلمني عشان انا معايا رخصه فانا فاهم اكتر، يعني كلنا زي بعض بنقول اراء. ففكره ان حد يجي يتخانق معايا عشان بقول رايي دي هي اصلا حاجه مستفزه، يعني ان انا مثلا شايف ميسي احسن من رونالدو وانا بشجع مدريد، طب ازاي شايف فان دايك احسن من راموس وانا بشجع مدريد، لا طب ازاي؟ اللي هو تحس ان الناس كلها عايزاك تبقى نسخه من حد غيرك. لا انا ده رايي وده اللي انا مقتنع بيه اصلا وبقوله من زمان خالص. يعني لو فتحت فيسبوك عندي الاكونت بتاعي البرايفت هتلاقي الاراء اللي انا بقولها دي من زمان موجوده، فانا ما قلتش حاجه جديده او بقول ان انا او حد يجي يقول لي انت بتقول حاجه عكس التيار عشان تبان. كل ده كلام يعني بشوفه كلام ضحك، يعني كلام متخلف وبيضحكني. فلا دي ارائي وانا مقتنع بكده وبقول، وبقعد اقول ليه، يعني بقعد ابرر انا شايف كده ليه وانا بقول كده ليه. فالناس بقى بتتضايق من موضوع التبرير الكتير ده شويه ولا؟ لا عادي، انا بقول رايي عشان اشرح رايي بس مش عشان ابرر للناس. يعني انا بقول رايي عشان انا يا جماعه والله تابعت ده وتابعت ده وشفت ده في البرايم بتاعه وشفت ده، وانا اصلا بشجع ريال مدريد من ايام الحقبه السوداء بتاعتهم. ف يعني ده رايي، فتمام عاجبك تمام، مش عاجبك ما تغلطش فيا عشان مش هسكت. فانا دي مشكلتي بس مع فكره الكومنتات الناس او بعض الناس اللي بتتطاول، ان انا مش هسكت غالبا وهقل ادبي، ودي حاجه انا بشوفها ده اسلوبي ومش مش يعني مش ناوي اغيره الصراحه، احس ان هو مريحني. فانا لما هتعب نفسيا لو سكت طول الوقت هتعب نفسيا، لما هرد يعني هحس ان انا تمام، فانا برد وبحس ان انا تمام فعلا. فبس انت موضوع الحلقات مع مهدي وحلقات دور ال16 كده، انت بتحب فيها ان انت عارف بعد ما الحلقه تنزل انت هيجي لك كومنتات من الناس وتخش ونبقى ند بند كده وانا تتكلم وانا ارد، ولا ساعات الموضوع بتحس ان هو بيجيب لك دوشه اكتر، اللي هو انا ممكن اريح دماغي من كل ده يا جماعه مش مضطر اعمل كل ده؟ لا اصل كل الناس بيجي لها مش انا بس، يعني اتخن واحد في اليوتيوب بيجي له كده طبعا. ادخل ناس بتفهم في الكوره في اليوتيوب ايا كان مين بيجي لهم، فلما انا اطلع اكيد عارف ان انا هتهاجم كده. ففي حاجات بفوتها، اللي هو مثلا والله دمه تقيل والله ما اعرفش ايه، ادي همشيها عادي. لكن في واحد بيجي يغلط فيك انت كش فاهم، يجي يمسك في حاجه ويقعد يعمل نظريه عليها، فانا بشوف واحد او اتنين من دول وامسك ارد عليه اصل مش هقدر ارد على كل الناس يعني. فاحنا اصلا قبل كل حلقه بنقول يا جماعه دي ارائنا وده اللي احنا اتكلمنا فيه، وممكن حاجات تطلع بدون تحضير عادي، مش انا ابقى يعني محضر ورقه وقلم وبقول كل حاجه بالملي. فدي قاعده زي كانها قاعده على القهوه وبنقعد نتكلم فيها وبنقول، ممكن نختلف ممكن نتفق، يعني فاهم كلام في الكوره تمام. الموضوع مش لازم يوصل ابعد من كده. فالناس بقى مجانين الكوره بيني وبينك كده، يعني ايه اكتر حلقه انت عملتها مع مهدي ولقيت حد، يعني لقيت اللي كسب انت كنت هتموت وما تكسبوش، اللي هو اللعيب اللي كسب يعني او اللعيب اللي طلع؟ لا مفيش، انا عملت حلقتين باين او 3. فلا مش حاسس ان في حد كسب وانا كنت متضايق من انه كسب. فلا كلهم كانوا تمام يعني. يعني هسوهم حلقتين 3 مش كتير برضو، فما عنديش الاختلافات الكبيرة معاهم. طب ايه اكتر حلقة عجبتك فيهم من ال3 حلقات؟ بتاعت مدريد طبعا مع عاطي كانت حلوة، كنا اتكلمنا كنت محضر لها كويس يعني وكنت عارف هقول ايه. فلما بتاخد وقتك في ان انت تحضر للحلقة تبقى تسترجع الذكريات بقى والحاجات اللي حصلت وتشوف ماتشات او تشوف ملخصات ماتشات تاني تفتكرها. فدي كانت اكتر حلقة طبعا حاسس ان انا انبسطت فيها. كانت حلقة حلوة جدا الصراحة، كانت كلها مناقشة ومكناش عارفين مين اللي هيكسب في الاخر.
ايوه عاطي اصلا مش بيوافقني في اي راي بقوله، واحنا الاتنين بنشجع نفس الفريق، فكانت كانت حلوه يعني. ده تمام جدا. عشان نقفل بقى، عشان نقفل الجزء بتاع اليوتيوب ده، عرفنا انت في المرحلة الجاية هل مخطط لحاجة لها علاقة باليوتيوب، حاجة مختلفة، لعبة جديدة هتجربها، محتوى جديد هتقدمه، ولا نفس الموضوع الستريم تمام، الألعاب هي ممكن نعمل حلقات مع مهدي لطيفة كده؟ لا هو انا اصلا بحب الالعاب بشكل عام يعني، مش فيفا بس، حتى لما جربت العاب تانية لقيت في ناس بتتفرج يعني، كود نيمز الناس اتفرجت. ف اه دي حقيقة اي لعبه تانية هحس ان هي ممكن تتلعب، وكمان الالعاب اللي بتتلعب مع الشباب يعني، لو في لعبه جماعيه ده بيبقى مفضل اكتر. فمفيش حاجه معينه هلعبها، بس هي دي الخطه يعني، لو في العاب تتلعب مع الناس وتبقى تتشاف ويجي منها ضحك وكونتنت، هعمل كده يعني. مش هخاف زي الاول اقول لا انا هنزل فيفا بس، لا هنزل حاجات تانية عادي، وحاسس انها هتبقى حلوه يعني. تجربه كود نيمز بينتني لا ان ممكن نعمل كده وتبقى استريمات، وناخد منها نطلع برضو كونتنت الحلو، او الحاجات اللي فيها لقطات مضحكه قوي ننزلها فيديوهات. حاسس هعمل كده يعني، مش هخاف. اي العاب بقى انت عارف موضوع الالعاب بتطلع فيه لعبه فجاه كده، لما تبقاش انت عارف الالعاب دي نازله امتى او ايه، تتفاجئ بيها كده نزلت، طيب يلا نجربها يا شباب، يلا نتجمع. بحس الحاجات اللي فيها مع مشاركه مع الشباب او مع الناس الزملاء يعني في يوتيوب نعملها. ده حلو جدا. خلاص احنا بقى نقفل حته اليوتيوب شويه، ونروح بقى ايه، نتكلم في الكوره بقى يعني، فاهم؟ بس مش هنتكلم في الكوره قوي، فاهم؟ نتكلم في ايه، في حاجات لطيفه كده، حاجات ترجعك بالذكريات، حاجات جميله كده يعني. ايه انت بالنسبه لك يا علي، ايه هي لحظات الكوره مثلا خلال 5 لحظات او عادي يعني، اللي يجي في بالك، اللي كان نفسك احداثها تكون عكس اللي حصلت تماما؟ يعني ابرز حاجه بتاعت مصر طبعا جيل كاس العالم بتاع ابو تريكه ده اللي ما راحش كاس عالم، دي حاجه حزينه جدا. فالجيل ده كان يستحق ان يروح كاس عالم طبعا. فدي مصر والجزائر يعني، ماتش مصر الجيل ده والجزائر كان بتاع حرام ان الجيل ده ما يلعبش كاس عالم. فدي كنت انت بالنسبه لك كورة بركات دي هي اللي عقدت الدنيا؟ كرة بركات، او اصلا الماتش يعني احنا وصلنا للماتش ده ليه اصلا من الاول. فلحظات من دي كتير كان وصلنا اتوقع الماتش ده ليه من الاول؟ ماتش زامبيا باين واحنا بتاع ماتش الماتش ابتدى، زامبيا. والماتش ابتدى جبنا جون، يعني جبنا جون في اول دقيقه، فخلاص بقى انت معاك 88 دقيقه في استاد القاهره، ما دخلناش ليه اكتر من جون. فدي اول لحظه جت في بالي طبعا منتخب مصر. اما على مستوى الانديه ما فيش كتير الصراحه، لان انا بشجع الاهلي وريال مدريد، فالفرق دي ما بتخسرش يعني يعني ما فيش حاجه تندم عليها قوي. ممكن اللحظه بتاعت ريال مدريد والبايرن بتاعت مورينيو، مش فاكر 2012 باين، لما خرجوا ضربات جزاء وراموس ضيع ورونالدو ضيع وكاكا ضيع. فممكن دي برضو زعلت عليها في وقتها، وان الجيل ده كان يقدر ياخد حاجه مع مورينيو في الابطال. بس لا، اللي حصل بعدها وراني اللي لا الجيل ده كان عادي، مش لازم ياخد قوي يعني. ده في جيل احسن منه. فحاسس ان ما يعني على مستوى الانديه ما فيش يعني فيش ندم كبير طبعا، عشان نفس الكلام مع الخمسه بتاعت سان داونز من الاهلي اللي هي 5-0. خسرت 5، هو عامل لك عقده صحيح ده حقيقي، لكن انت بتكسب في الاخر بتوصل الفاينل كل سنه تقريبا. بتوصل فاين. فانا بشجع انديه الرفاهيه عندها عاليه جدا، فما اقدرش ادعي واقول ان عندي لحظات صعبه يعني. مش هدعي واقول ان انا مثلا لا. الموسم ده قعدت اعيط وقعدت احزن. هو الناس يعني مش لازم نطلع حكمه من كل حاجه، فاهم؟ هي حياتك سهله، قول ان هي سهله واعترف ان هي سهله. الله والله وبعدين قول يا اخي قول. وبعدين قول اللي حصل معاك يعني، لكن ما نقعدش ندعي حاجات ما حصلتش. انا بشجع انديه بتكسب والدنيا ماشيه حلو، وبطولات معظم الوقت يعني، وقت الفشل فيها كمان قليل. اي نعم ريال مدريد ما كانش من احلى المواسم بتاعتك الموسم ده. طبعا ريال مدريد واخد كل حاجه، والاهلي برضه.
اي نعم ريال مدريد ما كنت بداش متوقع من كده. البدايه اصلا ان ريال مدريد ياخد دوري الابطال والاهلي لا ياخد طبعا دوري لا، ابطال افريقيا. ما حدش ما يتوقع كده. فيهاش. الاهلي كده كده ماشي متوقع عشان افريقيا ضعيفه والمنافسه فيها واقعه، لكن ريال مدريد لا، يعني كان صعب ان حد يتوقع. الناس كانت بتقول لو اخد دوري يبقى ممتاز، لو وصل نص نهائي ابطال يبقى خارق، لكن الراجل اللي خد كل حاجه. فلا هي غير متوقعه طبعا. ما اعتقدش ان في حد من الجمهور يعني قال ان ريال مدريد هيعمل كده السنه دي. هي مفاجاه. يا اخي يعني انا بشجع، مش هكدب عليك، انا بشجع برشلونه. بس بقعد اقول هو ليه، يعني ليه جمهور الريال بيبقى داخل على البطوله ومش ضامن في جيبه ان البطوله دي بتاعتنا؟ بلاقي ان الناحيه التانية انا لو انا بشجع الاهلي فبلاقي ان لا، الاهلي بيخش احنا يعني ما اقدرش اقول لك ان السنه الجايه الاهلي يخش يكسب كل فرق افريقيا وياخد بطوله افريقيا حتى واحنا واخدينها 4 سنين، 4 مرات في 5 سنين. فانا متفهم الشعور ده شويه، بس في الاخر بتاخدوها برضه. ايوه، ما هي حاجه مش منطقيه. مش هي حاجه غير متفهم. منطقيه لان الفريق اوقات كتيره بيلعب بشكل سيء، يعني ما بيديش الايحاء ان هو ممكن يكسب، ورغم ذلك بيحصل حاجات مش مفهومه بتكسب. فماتش لايبزيج رايح جاي الريال كان وحش جدا وكان ممكن يطلع من لايبزيج، لكن كسبت. ففي حاجات هو ده اللي يعني الناس بتخاف او بتتوقع ان الفريق هيخرج من الحتت دي، ان انت بتلعب وحش مش بتبين حاجه ان انت ممكن تكسب، وبيجي عليك فرص كتيره، فبتقول اكيد هيجي وقت والحظ ده هيروح او التوفيق ده مش هيكون موجود، فالوقت ده ما بيجيش. بس طب بعيدا مثلا عن الفرق اللي بتشجعها، مفيش مثلا لحظات في كاس العالم؟ يعني انا بالنسبه لي كنت شايف ان اللحظه بتاعت المانيا والارجنتين كاس العالم 2014 دي مستحيل تتعوض تاني بالنسبه لميسي. ماريو جوتزا وبيحط الجون التاني دي بالنسبه لي، فاهم اللي هو خلاص كده انت الكوره مش هتنصفك في يوم عيد في حياتك. وبالتالي برضه في كاس العالم اللي فات اللي بتاع قطر، المبابي وهو بيحط 2-2 دي بالنسبه لي برضه خلاص كده انت رسميا انت مفيش. بس يعني انا مش يعني انتمائي للمنتخبات الاوروبيه، ما انا يعني عادي، يعني ممكن اوقات تلاقيني متعاطف مع ايطاليا او متعاطف مع فرنسا او اسبانيا. دي اكتر فرق انا بحب ان انا اتابعها، او احب ان هم لو موجودين في البطوله يكملوا، لكن فاهم ارتباطي بيهم ما هوش قوي قوي، يعني عادي يعني تمام اي حد فيهم يكسب تمام. يعني حتى لما كنت بحب زيدان عشان فبشجع فرنسا عشان زيدان كان بيلعب، فخلاص ده ما بقاش موجود فما بقاش عندي مبرر. نفس الكلام بنزيما لما انضم رجع للمنتخب بقيت احب اشوف وعايزه يكسب ويلعب حلو. بعد كده راح في كاس العالم سابوه، فلا قلبت عليهم في كاس العالم، كنت حاسس ان هم لازم يخسروا. انا مش عايز عشان بنزيما ما يستاهلش، كان يستاهل يلعب كاس عالم معاهم. فانتمائي بالمنتخبات ما هوش قوي زي بعض الناس، يعني اللي هو يقول لك انا يعني انت كنت بتشجع فرنسا مخصوص عشان خاطر بنزيما؟ طبعا كنت بحب ان انا عايزه يكسب، يعني حاسس ان هو مظلوم مع المنتخب وممكن يعمل حاجه، وهو عمل فعلا لما جاب البطوله اللي هي اللي اسمها دوري الامم الاوروبيه دي، ولعب معاهم كويس جدا فيها، بس بعدها استبعدوه. فنفس الكلام حصل مع الارجنتين، عمليه قصتهم في البطوله ليهم قصه حلوه، وقصة بقى ميسي وهنتجمع كلنا عشان نجيب له البطولة ودي اخر فرصة ليه وعايزين نبقى رجالة مع بعض نقف وقفة رجال. يعني القصة بتاعت الارجنتين في كاس العالم ده تحديدا عجبتني، تعاطفت معاها قوي وكمان من لعبهم، يعني من لعبهم عشان ميسي بيموتوا نفسهم. ميسي نفسه حس ان دي خلاص الرقصة الاخيرة زي ما بيقولوا، وان دي اخر فرصه ليا، فبيلعب باقصى ما عنده وبيعمل حاجات، يعني حاجات ساحره. طبعا الجول بتاع كرواتيا ده، فانا تعاطفت جدا مع الارجنتين في كاس العالم ده لاول مره يعني. يا اخي ده كاس العالم ده لو مكتوب سيناريو، يعني انا الناس اللي بيقولوا الكوره سكريبتات زي ما بيقولوا الفيفا، برضو في سكريبتات في الفيفا، في لعبه فيفا، فزي ما بيقولوا ان الكوره سكريبتات، انا عادي يعني انت عندكم حق. يعني هو مستحيل لو حد جه رسم تخيل فيلم كده قال لك احنا هنجيب بطل وهنخسره اول ماتش وهنخليه يفقد الامل في كاس العالم ويقعد يكسب ويروح النهائي ويجيب جونين وخلاص فاضل 10 دقايق يدخل فيه جونين ويروح اكسترا ويجيب جون ويخش فيه جون وفي الاخر ايه طبعا مستحيل وعجيب ومن احسن الماتشات اللي احنا شفناها في حياتنا يعني.
كاس العالم كان ممتع بشكل عام وكان جامد طب خليني اسالك سؤال تاني، وده اظن هيبقى احسن. إيه يعني بذكر موضوع السكريبتات ده، انت بالنسبه لك ايه اللحظات اللي انت بالنسبه لك اللحظات دي سكريبت مستحيل تكون دي لحظه حقيقيه؟ يعني مثلا زي الاهلي في الصفاقس، جون ابو تريكه اللي في اخر دقيقه بشماله في الصفاقس، ده بالنسبه لي ده سكريبت معمول، اتفضلوا يا جماعه مثلوه بس. لا البطوله بتاعت ريال مدريد من سنتين 2022 بتاعت انشيلوتي دي اللي جابها لما رجع، دي كلها سكريبتات. دي كلها سكريبتات، بتاعت بنزيما البطوله من والسيتي. اولها لاخرها يعني كلها سكريبت. يعني دي انا شايف من اعجب بطولات ريال مدريد في دوري الابطال، كلها سكريبتات مش طبيعيه يعني. كده يا باشا. يعني ريال مدريد كده كان كده يا بيلعب باشا. فعلا ماتشات كتير بيلعبها وحش، او بينزل يلعب نص ساعه اخره نص ساعه كويسه، فكل الماتشات بتاخر فيها ويبقى خلاص الفريق بيموت وهينتهي، يحصل حاجه بوم يرجع. غدارة ماتش ورودريجو تشيلسي، ماتش وخلاص يا السيتي، باشا. ماتش وفاموس كل يا فريق الماتشات فاموس تقريبا يلا. ريال مدريد ما عدا النهائي. حتى النهائي الريال ما كانش افضل فريق، ما كانش الطرف الاحسن بوضوح، ليفربول كان افضل، لكن الفريق عرف يكسب الماتش. فدي لا دي بطولة دوري ابطال فعلا سكريبتات. انا برضو بالنسبه لي البطوله بتاعت الاهلي اللي كسبها قصاد الوداد، اللي هي كنا خلاص هنخرج، وقام جه اتفضل الهلال بيلعب سان داونز ضربة جزاء، دخل اطهر الطاهر حارس سان داونز صدها. الاهلي صعد فاهم، ولعب الهلال كسبه 3، وبعد كده ايه مشيت الدنيا وراح المغرب وخد البطوله من قلب الوداد. يعني هو طبعا سكريبت نظير ريال مدريد في العرب هو اكيد الاهلي يعني. معروفه يا باشا. بس لا برضه في الريمونتادا بتاع برشلونه اللي هي بتاع باريس دي، يعني ده الموضوع ده ماشي، بس هي ما سكريبت 100%. اتوجتش بحاجه في الاخر يعني. لا يعني ده فكره انك سكريبت ملوش لازمه. تبروز الموضوع ببطوله في الاخر بتفرق كتير، بحس الناس بتفتكرها اكتر كان يعني. كان يبقى جميل. ايوه لكن ده فعلا ده سكريبت ملوش عازه. يعني ماشي، ماتش عظيم ولحظه تاريخيه وبتاع، بس ما اتوجتش بحاجه، مش تفضل معلقه في اذهان الناس كتير. او يعني ممكن نقول سكريبت الليفر لما عملت ريمونتادا قصاد برشلونه من غير صلاح. طبعا يعني عشان كده الناس فاكراها، عشان الماتش ده رجعوا فيه وفي الاخر اخدوا البطوله. فحاسس لا من الناس فاكراها طبعا يعني فاهم. ومن غير ماني وصلاح ومغلوب 3 وراح على ارضك وجبت 4 تجوان عشان ورحت كده خدت الناس البطولة. انا فاكرها عشان كده يعني. الماتش كان منتهي تقريبا، و اتوقع هي دي اللي اخدوا فيها البطوله صح، ولا خسروا منها فيها من ريال مدريد؟ طيب يعني دي كانت راحوا لعبوا توتنهام. هي معلقه يعني، او الناس فاكراها قوي ان دي ماتشات تاريخيه. لكن فكره انك تخسر في الاخر او ما توصلش بعيد، تحس ان ماشي ماتش عظيم كل حاجه كماتش، لكن الصوره البعيده لا. طب انت بالنسبه لك ماتش الليفر والميلان اللي هو 3-3 المشهور طبعا بتاع انشيلوتي، ده بالنسبه لك سكريبت تمام ولا هو ماتش غريب جدا طبعا. ممكن يبقى سكريبت يعني. مين يقول ان فريق خسران 3 ومتبهدل انه يرجع وميلان اصلا وقتها كان فريق كعناصر حتى لاعبين تاريخيين يعني. فكسكواد جودة ليفربول اقل بكتير من ميلان، ومع ذلك رجعوا وكسبوا ضربات جزاء، والكرة بتاعت شيفشينكو ودوديك دي برضو مش مفهومة. ده ماتش يتقال عليه سكريبت طبعا. واضح ان انشيلوتي اتعلم من اللي حصل فيه سكريبتات وبقى يطلعوا على الناس بقى دلوقتي. رد السكريبتات في العالم كله. ميدو مش كابتن احمد حسام ميدو كان بيقول لك الناس بقت تصدقوا دلوقتي شويه هم فعلا ماشيين. ماشي معاه الرجال بيعملوا كله عايز. استبعد الصراحه بالعجائب اللي بتحصل دي. طب في لحظات تاني ممكن نهاية دوري الابطال ما بين تشيلسي اللي هو اللي جون تيري ضيع في ضربة الجزاء. يعني انا ما بشجعش الفرقتين يعني. وقتها حتى حب لرونالدو كان عادي،
فما كنتش بشجع على مانشستر ولا تشيلسي. بس ممكن تبقى لحظات فاكرها يعني، ان جون تيري الزحلقه بتاعته. برضه ممكن بتاع زحلقه ستيفن جيرارد مع ليفربول. كنت دي ما صح. ده بقى بص، ده سكريبت دي حزين، كنت ده متعاطف فيها فيلم اكتر طبعا دراما مع حزين. ليفربول. كنت حاسس ان هم عملوا موسم كويس ويستاهلوا فيه التتويج بالدوري بعد غياب، واول بطوله بقى لستيفن جيرارد، وانا بحب جيرارد كلاعب. فدي ممكن يعني اللي هي تعاطف معاها، ان انا عايز اشوفه بيكسب وعايزهم ياخدوا بطوله مهمه. فدي دي كانت مؤثره معايا اكتر، اللي هو زعلت ليه لما انتوا كده في اخر جوله. فحسيت دي حسيتها اكتر. وفي صعود مصر لكاس العالم، ده بقى ده فاهم، ده سكريبت فاهم، اخراج يوسف شاهين، تاليف اسامه انور عكاشه، فاهم، حاجات كده مصر اصيله عن البطل اللي بياخد في الاخر بلده ويصعد لكاس العالم، فاهم. ده حتى صلاح ساعتها قام ممثلها بقى، وقع في الارض وقعد يمسك النجيله، وفي الاخر احنا ما عملناش حاجه. فاهم. الجزء الثاني بقى في الفيلم الكوميدي بقى اللي ما حاجه، وريتنا ما رحنا وما يعني ما عملناش حاجه ورايحين نعمل ايه اساسا. حاولوا يعملوا سكريبت فيها كده، استاذ اللي هو صلاح اتصاب بقى وحاول يرجع للمنتخب وهو اللي يقود بقى المنتخب في كاس العالم، بس فشل جابش ايرادات. لحظه اكيد وقتها كلنا فرحنا فيها، كانت يعني لحظه تاريخيه. لكن بعدها فاهم، اوقات كتيره نظرتك بالحاجات دي بتتغير بعد مرور الوقت، يا اما بتعلى قوي او بتبقى محتفظه طبعا يا راجل برونقها وان هي لحظه جميله، واوقات كتيره تنزل لا تحس ان هي لا يا عم مش خلاص مش لا ده دلوقتي اللحظات دي فاهم. بالظبط زي ما بتجيب فيلم مثلا زمان انت كنت بتقدره، دلوقتي بعد ما كبرت انت بقيت تاخده تعمل عليه ميمز وتنزل عليه افيهات ومش عارف ايه. هو بالنسبه لنا اللحظه دي برضو كده فاهم، وقف يا حضري ومش عارف ايه. بس اكيد فاكرها طبعا، بس كتأثير لا يعني اكيد لحظات ريال مدريد، لحظات ممكن بتاعت ستيفن جيرارد برضو اتأثرت بيها، زعلت عليها، كان نفسي ان هم ياخدوها. ممكن برضو صلاح لما خسر نهائي الابطال من ريال مدريد وموضوع كتفه ده وان هو اتصاب وطلع، بس بعدها رجع عوض. فوقتها كنت حاسس ان صعب انه يوصل تاني وياخد البطولة تاني وفرصة مستحيلة. كنتش اعرف بقى ان هو هيوصل تاني ويكسب. فوقتها كنت هتمنى ان اللحظة دي ما تحصلش، وانه صلاح يكمل في الملعب عشان يكسب فريقه. احنا كان فعلا بالنسبه لنا ده اول لعيب مصر يروح دوره، يعني نهائي دوري ابطال، وكل المصريين كلهم قاعدين بس وقتها برضو انا بقول عشان كده بعد ما الدنيا تعدي والوقت بيمر ممكن نظرتك للحظه تتغير. فدي اتغيرت طبعا لان هو كسب البطوله وخلاص. يعني ما كانش لازم ياخدها من ريال مدريد يعني. اللحظه برضو اللي هو مع منتخب مصر بس ما اتغيرتش يعني، برضو مؤثرة في الواحد. بطولة افريقيا بتاعت كارلوس كروش دي، يعني هي انت بتكتب سيناريو جميل، هو سكريبت جميل، ومفروض ان نهايته الطبيعية لأي فيلم ان خلاص المنتخب ده بعد كل اللي عمله، بعد كل ما الكرة مشيت معاه وخدمته كده، ان هو ياخد بقى البطولة دي. بس ونهاية درامية متوقعة برضو، ان نخسر من نفس الفريق اللي هيخرجك من البطولة دي، هيخرجك من كاس العالم برضو. فحسيت انا توقعتها يعني، حسيت لا احنا مش توقعت هتبقى نهاية حزينة، اللي احنا ما لعبناش برضو كويس. لعبنا كأداء ما كانش كويس، اعتمدنا كتير على التوفيق وضربات جزاء كتير كسبت فيها. ما هي دي المشكلة، ان التوفيق خدمك ما خدمكش زي كده طول حياتك. هي طبيعي بقى ان هي ده خلاص، ده اخر ماتش بنلعب السنغال وجابوا ضربة جزاء ومنصدنها. هو خلاص بقى حسيته يعني سيناريو يناسب الوضع المصري بشكل عام. فاللي هو احنا لا هناخد ده ولا هناخد ده، لا كاس عالم ولا افريقيا. دي كانت سنه كبيسه الحمد لله يعني. ما اعتقدش ان احنا هنعمل حاجه في كاس العالم برضو، احنا لازم نبص لابعد من كده فاهم، اللي هو نعمل لو هنروح كاس عالم نروح نلعب كويس يعني، نحاول نطلع من المجموعات فاهم. اما نروح نقدم اللي احنا قدمناه مع هيكتور كوبر، لا ما نروحش، احسن فعلا ما نروحش.
صح. انت احنا ساعتها بس كنا ايه يعني، عشان خلاص يا عم انت كسرتها عشان اهو. نكسر طيب بس كسرتها عقدة الحمد 30 لله. سنة ومش 30 سنة وبرش. فاهم. اغلب الناس دلوقتي بقى تقول يعني لو هنروح ما نعملش حاجة، فلا خليكم قاعدين احسن، مش فارقة. يعني ما فيش مشكله ان احنا نروح بس يبقى عندنا يعني فاهم حاجه نقدمها، لكن فكره ان احنا نروح وما فيش حاجه ونبان بالشكل المهين ده يعني السعوديه على الاقل في كاس العالم الاخير كسبوا الارجنتين، عفروا مع بولندا وخسروا من المكسيك. فكان عند يعني اكيد سيناريو محبط طبعا ومحدش كان توقعه، وتوقعوا ان هم يطلعوا من المجموعات يعني يصعدوا. فنعمل حاجه زي كده، لا اما ما نعملش او ما نروحش خالص. صح انت عندك حق. صح. احنا مش عاوزين نطول عليك اكتر من كده، واحنا عارفين والله يعني. لا ما الناس ما الوقت تعرفش احنا اتأخر. بنسجل امتى، فتمام. و... و... يعني فاهم، بس والله ده وقت جميل. ده وبشكل أحسن عام وقت هو الوقت اللي التسجيل فيه ده. البركه فعلا في اليوم والوقت ده حقيقي. فيعني نتمنى تكون انت انبسطت في الزيارة الأولى في البودكاست المتواضع بتاعنا. ان شاء الله لا ان نكررها، شاء الله متبقاش نظبطها والدنيا آخر تبقى مرة. اسهل، واكيد مبسوط ان انا اتكلمت يعني وقلت حاجات عديت بيها وحسيت بيها في اوقات وحاجات يعني اثرت فيها طبعا. ومبسوط ان اخيرا عملنا الموضوع تم يعني ما تاجلش، وان شاء الله نعمله تاني اكيد. آه. ان شاء الله يا علي. يعني لو عجبتكم الحلقة بقى متنسوش تعملوا لها لايك وشير وكومنت وبس. استنونا بقى الحلقة الجاية من البودكاست المتواضع بتاعنا.